37. تكون شايفين يا صبايا راح بطريقة سهلة بس باللبن راح زيت في زيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد لي أوقاتكم حبايب قلبي، كيفكن؟ طمنوني عنكم. إن شاء الله يا ربي كلكم تكونوا بألف خير وصحة وسلامة وانتوا عم تحضروا الفيديو. رجعت لكم بفيديو جديد حبايب قلبي. يلا نبلش الفيديو ونقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. الفيديو اليوم حبيبات قلبي كله طاقة وحيوية وورد وياسمين. رح نروح على محل ببيع الزراعات كتير حلوة ورد ونشوف شو رح نشتري من عنده، ورح نعمل وصفة السجق للفطاير التركية، ورح نروح على المول لحتى نشوف أسعار الميكروويف. يلا جهزوا قهوتكم أو مشروبكم الخاص، ولا تنسوا تحطوا لي لايك إذا عجبكم الفيديو حبيبات قلبي، ويلا نبلش. هلا كيفكن يا صبايا؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير. عن جد عن جد يعني انا زعلانه منكم، يعني ليش ما عم تكتروا لي اللايكات والوردات مثل ما لكم شايفين هالورد الحلو، بتعملوا لي مشاركه. ربي يسعدكم يجبر بخاطركم، يعني اذا حطيتوا لايك ما رح تخسروا. المهم يا صبايا، انا صار لي فتره عمال انا لزوجي وقلت له انه جيب لي اشتري لي زرعتين هيك احطهم على الشباك بركي بيعيشوا مثل هالزرعات اللي عندي. الله يجبر بخاطره أخذني هون على محل ببيع زريعات ووردات ما شاء الله. عن جد يا صبايا هذا المحل يقول لي لك زوجي امشي، أقول له استنى خذ لي طيب هي خذ لي طيب هي. يعني بس ما أخذنا كتير، بس عن جد منظر الورد اللهم صل على النبي كتير كتير هيك حلو حلو شقد ما بقلكن. يعني الورد بيعطي راحة وشراحة للصدر، وما بعرف يمكن أنا زيادة من عشاق الورد أو أكتر الصبايا بيحبوا الورد. عن جد ما شاء الله كله بده يعني مزارع وبلاكين. وادعوا لي يا صبايا الله يطعمني هيك يا رب، وأخذ هيك بيت فيه برندة أو بلكون هيك كبير حتى أحوي زرعات كتير كتير حلوين. الله يطعمني يا صبايا، ادعوا لي أماني أماني تدعوا لي إنه هيك الله يطعمني مراد قلبي. هلا هون زوجي عمال يسأل البياع إنه هالوردات بيعيشوا ببدرون، فهون قال له انه ايه بيعيشوا، فرح نجرب باذن الله تعالى. هلا مثل ما تكون شايفين يا صبايا رح اعمل تبلت السجق. عندي صدور الدجاج مع افخاذ طاحن زوجي، يعني شي نظم مع دهنه. رح احط لهم مثل ما تكون شايفين كزبره، زنجبيل، تبلت الشاورما، قرفه، بودرة البصل، بودرة الثوم، 7 بهارات، وبابريكا، ومعلقة مية فرنجي، معلقة دبس الفليفلة أو فليفلة. وطبعا كمان يا صبايا رح أحط ملح كمان، ورح أحط ثوم فريش. أنا هون دقة 4 حبات ثوم. هلا رح احطهم بهالطريقه، وهلا رح اعجنهم مثل ما تكون شايفين بهالطريقه هاي، ويطلع عنا احلى لحمه سجق، لاني كتير كتير صار لي زمان مالي عاملتها. باذن الله تعالى رح اعمل كمان هلا عجينه الفطاير باللبن بدال البيضة. أنا دائما يا صبايا بحب أشكل بطريقة العجينة وأشوف إنا هي الأسهل وإنا هو اللي يعني كل الطرق إذا بتزبط. فأحيانا بكون عندك بيضة، أحيانا بكون عندك لبن، أحيانا ما بكون عندك شيء. بحب أجرب كل الطرق. فإذا ما كان عندي مثلا شيء من هدول، بعمل بس خميرة حية وملح ومي. انا عملت هي الطريقة فطاير السجق من زمان كتير بالقناة، وزوجي قال لي مشتهي كتير عليها، صلك كتير زمان ما عملتي لنا اياها فطاير. فقلت له تكرم عينك، راح اعمله ان شاء الله.
فبدي منكم تشجيع حبيبات قلبي يا أماراتي ويا عسلاتي. وهلا هون يا صبايا بدنا نعمل العجينة بطريقة سهلة بس باللبن. راح أحط لها لبن، راح أحط كاسة مي سخنة وكاسة مي باردة، هذا بالوقت الحالي. وهي الخميرة الحية، واللي ما متوفر عندها خميرة حية فيها تحط ظرف كامل. وراح احط كمان 3 معالق سكر حتى يعني شوي تعطي نفس عجينة البيتزا يا صبايا. وراح نحركها هيك بطريقة كتير لحتى تدوب. هلا انا كنت استعمل الخميرة بالزروفة يعني ظرف، بس بعدين لقيت هي يعني فعالة وبنفس الوقت تحفظيها بالفريزر وبتدوم عندك كتير. احيانا العجينة الظروفة خميرة الظروفة عفوا ممكن تكون خلصانة مدتها وانتي مالك خبر فتتورطي. فالافضل انه تجربي يعني تأمني انه اختبرت الخميرة وبعدين تحطيها على الطحين كله. انا ما بفضل ابدا انه احط كل شيء مع الطحين، يعني اللي بحطه كلهم مع بعضهم انا ما بفضل هاي الطريقة. بحب أأمن انه الخميرة شغالة وبعدين اضيفها على الطحين. رح احط معلقة طحين لحتى اتأكد. وطبعا يا صبايا هذا شغلي بالليل، هذا سر الهدوء اللي عندي، لاني بالنهار الله يحميهم ما فيني اسجل هيك مباشر. اشتهيت احب يعني انه اسجل هيك مباشر مو تسجيل، لاني الله وكيلكم وانا عمال اصور اللي عم يتقاتل مع اخوه واللي عم يشكي اخوه وهيك. الله يحميهم يبعث لهم ايام طيبه يا رب. هلا رح اغطيها واتركها على جنب. مثل ما لكم شايفين عندي لبن، هذا اخر السطل، يعني حطيت كاسه 3/4 كاسه زيت، ولسه عندنا مي سخنه وبارده لنشوف حسب شو بده يلزمنا. رجعت لكم هلا باقل من 5 دقائق او 5 دقائق نشوف هذا ما شاء الله. شوفوا هذا دليل على انه الخميره شغاله تمام. وهلا هون يا حبيباتي ويا اماراتي ويا عسلاتي مثل ما لكم شايفين حبيت اسجل لكم مباشر. وهلا راح نحط كل السوائل مع بعض مع كاسة اللبن والزيت، وراح اضيف الطحين تدريجيا. وطبعا مثل ما قلت لكم تقريبا 1.5 كيلو حطيت لهالسوائل هي كلها. هلا تعالوا احكي لكم يا صبايا على العروس اللي عرسها الاسبوع الجاي يوم الخميس. هي عرس بنت اخي، هي يتيمة، توفى اخوي بالازمة الله يرحمه يا رب، وعنده بنتين صبايا، يعني هلا صاروا صبايا الله يرحمه يا رب ويبعث لهم ايام حلوه. عن جد صارت تبكي وتقلي يا عمي مش قد مشتيه انه تحضري عرسي. عرسها خميس الجاي مثل ما قلت لكم. كتير كتير زعلنا انه عماتها الاربعه هن برا سوريا، هن بحلب وعماتها كلهم بتركيا. عن جد شي بزعل. ونانتا يعني امي متوفيه، فهيك عن جد زعلنا عليها كتير كتير انه مسكينه ما في حدا هيك. يعني العروس بتحب حدا من اهلها هيك يكون جنبها واقف معها بوقت فرحتها. الله يسعدها يا رب. كتير هيك جتنا البكوة، كتير زعلت عليها. شقد ما بقلكم هذا اخوي يعني سبحان الله كنا كتير كتير مقربين لإله وزوجته وولاده، وسبحان الله اتوفى بالأزمة الله يرحمه يا رب. فأنا عمتها الصغيرة، يعني أنا العمة الأصغر الشيء آخر العنقود مثل ما بقولوا، فكنت هيك رفيقتهم. فيعني كتير كتير تأثرت إنه لو هيك نكون جنبهم ونفرح معهم. سبحان الله، بس الله مو كاتب. والحقيقة بنفس الوقت بقى
يعني صرنا نفكر شو بدنا نبعت لها هدية، هي بسوريا ونحن هون، شو بدنا نبعت لها هدية هيك تفرح فيها كعروس. الله يا رب يسعدها ويجعل حظها يا رب مثل ضوء القمر. وهلأ هون يا صبايا مثل ما لكم شايفين عجنت العجينة كلها بالمعلقة ولا كأنه المضرب الكهربائي، وحطيت شوية زيت، وهيك كان قوامها عن جد كتير كتير بشهي، ورح أغطيها لحتى ترتاح. وهلا رح نذكر تعليق الأخت حسابة النسر الغالي، عم تقول أختي في الله أتمنى إنه تدعي لي لأني أنت إنسانة قلبك أبيض، لأني عندي عمل جراحي استئصال كتلة، أتمنى إنه تدعي لي بظهر الغيب، وإن شاء الله دعوة الغريب مستجابة. ادعوا لصبايا هيك الله يا رب يتمم عمليتها بالشفاء يا رب. ادعوا لها صبايا الله يا ربي يعطيكم مراد قلبكم. حرام يعني طلبت مننا الدعاء، وفي كمان صبية كمان طلبت الدعاء، رح هلا اطالع تعليقها. فبعد ما قطعت العجينة وكورتهم هيك وجهزتهم بالصينية، صرت امد هيك بالشكل على شكل فطائر تركية. هدول بيعملوهم الاتراك شكلها طويلة، في منها بالجبنة، منها بالسجق، منها باللحمة العادية، يعني مشكلة تقريبا. فحبيت أعمل هذا الشكل. بس تعالوا شوفوا يا صبايا الحلو بالموضوع إنه أنا جهزتهم ودهنتهم، حطيتهم بالفرن، كنت مجهزة الفرن لأني عاملة كمية منيحة فبدي ألحق يعني أخلصن. رحت أصلي الضحى، رجعت لقيت يعني طلعانين من الفرن والأب والأولاد يعني قايضين عليهم، يعني كل مين أخذ له وحدة، فما لحقت أصور لكم وأورجيكم الجمال اللي طلع بعد ما طلعوا من الفرن. طبعا أنا هون دهنتهم بحليب، عندي حليب دهنتهم بالحليب. هلا مثل ما لكم شايفين يا صبايا لازم نكبس الأطراف مثل عادي، يعني نكبسهم بأصابعنا لحتى ما يفتحوا وقت الشوي. وهيك سويت تقريبا 4 وما تبقى، يعني كملت الطحين اللي عملتهم بغير أشكال. وطبعا لازم ما ننسى يا صبايا انه يكون الفرن حامي على 250 من فوق ومن تحت. هلا هون الأخت زهرة عم تقول منورة حبيبتي الله يرزقك يا رب، بس ما عم يطلع إشعار الفيديو عندي على الفيس. بحب البساطة يلي عندك وحضورك وصوتك، متابعتك من عزاز. الله يسعدك حبيبة قلبي، يمكن اعملي إلغاء اشتراك ورجعي اشتركي لعل وعسى يعني بيوصل الإشعار. الحقيقة المشاهدات كتير كتير نازلة، يعني هابطة، ما بعرف ليش ما في أبدا يعني مشاهدات، مع أنه أنا عندي صار 9500 أخت، ولكن ما عندي هالمشاهدات قد المشتركين. والحمد لله رب العالمين. ويعني هي قلت لكم انه في هي الصبية وفي كذا صبية بعتت لي انه ما عم يجيهم الاشعار. ما بعرف العذر من وين، اليوتيوب ما عم بيرفعني ولا شو العذر، الحقيقة ما بعرف. فابوسكم حبيبات قلبي، بتمنى منكم شوية دعم، اذا بتحبوني عن جد تعملوا لي مشاركة، تعملوا لي شوية دعم لحتى هيك شوي ترتفع قناتي ونصير ل10,000 مشترك بإذن الله تعالى، كله بإذن الله. ودعم منكم حبيبات قلبي، الله يسعدكم ويجبر بخاطركم يا رب. وبالنسبة لتعليقات اليوتيوب عن جد يا صبايا لهلأ ما مشي حالهم، يعني اللهم صل على سيدنا محمد، لا بحسن أرد على التعليقات ولا بحسن أروح على المنتدى. مرحبا يا جماعة، شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا مناح. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، لأنه يا جماعة مثل ما لكم شايفين الفطاير ماما سوتهم وتعبت فيهم كتير، الله يخلينا إياها. ونحن اللي بيشوفنا بيقول ما شفنا فطاير بحياتنا أبدا، قد ما عم ناكل يا جماعة، أكلنا كل شي على الواقف، حرفيا أكلنا صينية كاملة على الواقف. وماما يا الله يخلينا إياها تعبت كتير، فماما هلا عم ترتاح. وبتمنى تحطوا لنا لايك ما مكتوب على اللوحة. وبس هيكم خلصت الفيديو، لا تنسوا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب. باي. وهلا مثل ما شفتوا يا صبايا مها سلمت عليكم وختمت لكم فيديو الفطاير. وهلا هون الأخت عم بتقول على الفيس الله يوفقك ويريح بالك، يا ريت تدعوا لي الله يفرج همي ويرجع لي ابني بالسلامة. ادعوا لها صبايا هيك الله يفرج همها ويرجع لها ابنها بخير وصحة وعافية. أمانة ادعوا لها للصبية هون اللي طالبة منا الدعاء، الله يجبر بخاطركم. وهون كان تاني يوم بعد ما رجع زوجي من الشغل، رحنا هيك مسوية
على الفرن بس لحتى نتفرج على الميكروويف، لأني هداك الميكروويف ما عاد يتصلح ونقطع الأمل منه، والحمد لله رب العالمين. فقررنا بفضل الله إنه نشتري ميكروويف، بس سبحان الله كلهم صغار يا صبايا، مو مثل اللي بسوريا. نحن كان عند أهلي يعني تقريبا 30 لتر، يعني أكبر حجم أهلي جايبينه بيسع زايم وهيك. طبعا تعرفوا نحن كنا بيت الجد، فأمي يعني وقت تسوي طبخات ما كتير يعني تتعب بالتسخين. شوفوا هذا إيش هذا صغير، والأسعار يعني من 3500 ل 7000 هيك كان الأسعار. والحقيقة وقت استقرينا على ميكروويف اللي هو هذا اللي له إيد كان آخر قطعة. ومثل ما لكم شايفين يا صبايا تقريبا كلهم صغار، يعني خرج بس تدخلوا صحن وتسخنوه. عن جد كان الميكروويفات بسوريا مشكل يعني أحجامهم أكبر من هيك، في صغير وفي كبير، بس هون كل المحلات درناهم 20 لتر 23 لتر، يعني كتير صغار. فهلا يا صبايا اللهم صل على سيدنا محمد، بتمنى تكتبوا لي شو بدي ابعت لبنت اخي هديه هيك يعني لعروس اللي هيك عندها فكره تبعت لي. الله يسعدكم يا رب ويجبر بخاطركم. ولهون بيكون نهايه الفيديو لإلي. بتمنى اذا عجبكم الفيديو حبيبات قلبي لا تبخلوا علي بالتعليقات والمشاركه لحتى تكبر عيلتنا الحلوه وتصير ل10,000 واكثر. بحبكم كتير يا عيلتي الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.